اهلا بيكم في حلقه جديده من بعد ال90. الحلقه النهارده هتكون مختلفه شويه، مش بالشكل اللي انتم متعودين عليه، لكن حبينا نعمل حاجه سريعه كده نتكلم فيها عن ماتش الاهلي والزمالك اللي لسه خلصان من فتره قليله، ونحاول نفهم ايه اللي حصل فيه. مبدئيا هيكون صعب جدا 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 انك تتكلم عن الفنيات في الظروف اللي احنا شفناها دي، انك يكون واحد من اكبر ان لم يكن الاستاد الاكبر عندك في البلد، فكره ان يجي عليه شويه ميه شويه مطره غزيره بقى ضعيفه ايا كان فيتحول للشكل المؤسف اللي كان عليه ده، فده كان صعب قوي. طبعا الوضع ده اثر بكتير جدا 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 على اداء اللعيبه في الفرقتين، لانه الاهلي والزمالك من الفرق اللي بيعتمدوا على البيلد اب، ان هو يخرج من الكوره من ورا لقدام ببساط كتير بلعب على الارض. طيب هنسيب او نحاول ننسى شويه الملعب واللي حصل فيه، ونحاول شويه نتكلم في فنيات عقيده المدربين. الاثنين المدربين كانوا عايزين ايه من المباراه، كريستيان جروس ومارتن لاسارتي. الحقيقه انه كريستيان جروس فاجئنا كلنا، واكيد فاجئ مارتن لاسارتي، تخلى عن طريقته المعتاده. يمكن لما كنا بنعمل الفيديو اللي قدمنا فيه الماتش قلنا ان الزمالك بيعتمد طول الوقت على انه يبدا ضاغط بقوه جدا اول 20 دقيقه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، ويحاول انه يحرز هدف مبكر. ده ما حصلش، بالعكس كريستيان جروس كان واضح انه بادئ متحفظ هادي، تحس ان الاستراتيجيه اللي متبعها كانت مختلفه عن العقيده بتاعته اللي بناها طول، والشخصيه اللي بناها للفريق طول الفتره اللي فاتت. ولعب على حاجتين، اولا انه ما يخسرش، فبالتالي حتى لو تعادل في الظروف دي وفي الاجواء دي وفي الملعب ده فهو على الاقل حافظ على فرق النقطتين زي ما هو حافظ على وجوده كمتصدر للدوري. والحاجه الثانيه ان هي طريقه اللعب نفسها كان فيها شق هجومي. كريستيان جروس كان معتمد بشكل اساسي انه يقفل ورا ويقطع الكوره، واول تفكير بعد ما يقطع الكوره انه يرميها في الجبهه اللي فيها كهرباء. ده الحقيقه حصل كتير جدا، وافتكر ان لو كانت الامور عاديه، لو كانت ارضيه الملعب كويسه، لو كان كهربا حتى في يومه، لان كهربا النهارده كان بعيد جدا جدا عن مستواه، كان ممكن يكون للزمالك شكل من خلال ده، لانه اكتر من مره فعلا توصل الكوره في الناحيه اللي فيها الكهربا ويكون في مساحات ولاعيبه الاهلي كتير منهم قدام، فيكون في بوادر لهجمه خطيره، لكنها في كل المرات تقريبا كانت مش بتكمل. على الناحيه الثانيه مارتن لاسارتي تمسك بطريقه لعبه المعتاده جدا، التدرج بالكوره، محاوله بناء الهجمه من الخلف للامام بشكل متدرج وسلس، وصولا الى انه برضه هو كمان فاجئ جروس بحاجه، انه في الوقت اللي كان جروس منتظر فيه ان الهجوم يكون من ناحيه علي معلول، اللي حصل العكس. مارتن لاسارتي وخصوصا الشوط الاول كان كل هجوم الاهلي من ناحيه عبد الله جمعه، كل الخطوره اللي عملها الاهلي من ناحيه عبد الله جمعه. كمان رمضان صبحي كان رميه على عبد الله جمعه، وكان رمضان فايق النهارده قادر يعني يكسب الالتحامات الفرديه، فكان كل الملعب مايل ناحيه اليمين، يمين الاهلي وشمال الزمالك، رغم انها كانت الناحيه الاسوأ من حيث ارضيه الملعب. يعني المنطقه، لو انت طبعا شفت المباراه في التلفزيون، فكان المنطقه اللي قدامك دي هي اسوأ منطقه في الملعب، وكان هي اللي بيتبني منها الهجمات في الفرقتين سواء من ناحيه الاهلي او من ناحيه الزمالك. حتى هجمات الزمالك كانت مايله ناحيه عبد الله جمعه وكهربا بشكل اساسي، زي ما قلنا ان ده اصلا كان طريقه لعب جروس واعتماده على كهربا وسرعاته ورا محمد هاني. فبالتالي زي ما قلنا مارتن لاسارتي ما غيرش فكره، ما غيرش طريقته، كان ناوي ان هو ياخد الاستحواذ ويهاجم الزمالك، بدليل انه في اختيار راس الحربه اختار مروان محسن مش وليد ازارو. كلنا عارفين ان ازارو مناسب اكتر لما تكون بتحاول تلعب في المساحات الفاضيه ورا المدافعين، مروان محسن مناسب اكتر لانه يلعب كمهاجم صندوق في منطقه الجزاء لما يكون استحواذ عندك وبتعمل كروسات كتير. كمان اللي يديك تصور انه لاسارتي هو اللي كان عايز الثلاث نقط، الثلاث تغييرات كانوا كلهم في الشق الهجومي، ايد جيرالدو ثم وليد ازارو ثم صالح جمعه. الثلاث تغييرات كانت تغييرات هجوميه. يمكن خروج ناصر كان جيد كمان من نقطه ثانيه، ناصر المفروض ان يكون غير دوره الهجومي ان ينضم للاثنين بتوع نص الملعب يكونوا ثلاثه، ده ما كانش بيحصل وناصر ما كانش بيعمل ده خالص. فبالتالي لما حصل الدروب ده مسك الزمالك الاستحواذ في بدايه الربع ساعه الاولى لحد ما خرج ناصر ماهر ونزل اجاييه اللي كان بيلعب تقريبا مهاجم تاني، وكان هو اللي بينزل، وشفته في اكتر من مره كان هو اللي بينزل مع فرجاني ساسي. لكن لاسارتي وهو بيفكر في الهجوم كان برضو عنده ملامح دفاعيه واضح ان هو بيعملها، هو كان مركز بشكل اساسي على رقابه فرجاني ساسي، واللي كان بيقوم بالدور ده حسام عاشور وعمرو سوليه ايهما اقرب منه، او لو هو بيستلم من تحت كان بينزل معاه اجاي اكتر من مره علشان يقوم بالدور الدفاعي. عشان كده تقريبا فرجاني ساسي ما استلمش الكوره في اي مره مرتاح، وبالتالي ما قدرش يعمل الشغل بتاعه. لو تشوف حتى فرص الزمالك ما فيش فيهم ولا فرصه تقريبا صناعه فرجاني ساسي. ف
هو نجح في الدور ده انه يحجم اهم لاعب في الزمالك دفاعيا. برضو علي معلول الناحيه الثانيه ما كانش بيتقدم كتير، برضو تحجم الماتش شويه، فكان محمد هاني ما بيتحركش، ما بيطلعش لقدام كتير، وكذلك علي معلول، وكانوا سايبين الموضوع عمرو السوليه واخد حريه اكبر مع الطرفين وصانع اللعب والمهاجم. الى حد ما ده بدا يجيب نتيجه، وشوفنا حتى الكوره بتاعه عمرو السوليه او الكوره الاخطر اللي ضيعها وليد ازارو كانت من صناعه ومن بينيه من عمرو السوليه. نتكلم دلوقتي عن الافضل والاسوأ. الافضل من وجهه نظري كان رمضان صبحي، افتكر ان هو تقريبا كان افضل لاعب في الاهلي في المباراه دي، كان مش بيخسر الكوره بسهوله، كان هو دايما مصدر خطوره للاهلي، بيدوس على الكوره بشكل جيد، بيتقل بشكل اكبر على الكوره لحد ما يخرجها او حتى يرجعها ورا عشان يبدا بدايه الهجمه. لكن ما افتكرش ان طول المباراه رمضان ممكن يكون خسر الكوره مرتين ثلاثه، غير كمان قيامه بالدور الدفاعي مع علي معلول في الجبهه اللي كان بيلعب فيها زيزو وحازم امام، او بعد ما خرج زيزو كان موجود فيها حميد احداد، فكان بيقدر يقوم بالدور الهجومي كويس ويقوم بالدور الدفاعي الكويس. لكن برضو عنده المشكله الدايمه، وهي انه ما بيسددش على المرمى كتير جدا. كان عنده فرص ان هو يحاول هو يقطم ويشوط، لكن طول الوقت كان بيقرر انه يرجع ورا، زي الكره اللي استلمها تقريبا في منطقه الجزاء، موه بيها، اتعادلت على يمينه، وهي شوط بقى ما شاطش، رجع للسوليه شاطت الكوره ضعيفه. تاني لعيب او تاني افضل لعيب في الاهلي من وجهه نظري كان محمد هاني. محمد هاني الماتش ده عمله بشكل هايل، خصوصا زي ما قلت انه كان فكر جروس انه بيرمي الكوره لكهربا اللي هو في جبهه هاني. كتير جدا كانت الكوره بتوصل لكهربا موقف 1-1 مع هاني، تقريبا ما فيش ولا مره قدر يعدي من هاني، كان واقف بشكل جيد جدا دفاعيا، ويمكن قام بالدور الهجومي اكتر من معلول. اضيف عليهم قلبين الدفاع سعد سمير وايمن اشرف، وخصوصا ايمن اشرف في اكتر من كوره او كذا كوره كده كانت ممكن تكون خطيره جدا لولا انه ايمن اشرف خد فيها القرار الصح، اما انه توقع الكوره وتقدم قبلها بجزء من الثانيه، او انه اخر نفسه، او انه ما ترقصش فيها. فالحقيقه انه ايمن اشرف خد دايما كل القرارات الصح خلال المواقف الدفاعيه اللي تعرض لها. كذلك سعد سمير برضو ما ارتكبش اخطاء، ما نقدرش نقول ان هو تسبب في فرصه خطيره. نيجي للاسوأ بقى. الاسوأ في هذه المباراه بلا منافس من وجهه نظري هو حسام عاشور. حسام عاشور كان نازل علشان يقفل قلب الملعب للاهلي دفاعيا. الحقيقه انه مش بس ما عملش كده، الحقيقه ان كل الهجمات الخطر اللي عملها الزمالك كانت بدايتها قرار خطا من حسام عاشور. حاول يباصي، عمل ميس باص غلط، حاول يرقص الكره اتقطعت منه، حاول يشتت الكره قلشت. في على الاقل 70-80% من فرص الزمالك جت من بدايه غلطه عملها حسام عاشور. تاني اسوأ اللاعبين هو ناصر ماهر، زي ما اتكلمنا، لا قام بالدور الدفاعي ولا قام بالدور الهجومي ولا قام بالربط بين الخطوط ولا شاط على المرمى ولا صنع فرص ولا عمل بينيات. فالحقيقه انه مباراه سلبيه جدا 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 من ناصر، وممكن خصوصا مع رجوع صالح جمعه تخلي لاسارتي يفكر يدي الفرصه اكتر لصالح الفتره الجايه. اللاعب اللي كان سيء برضو من وجهه نظري واللي هو ثالث اسوأ اللاعبين هو مروان محسن. هو موجود زي ما قلنا في الاول انه المفاضله كانت لحساب مروان على اساس انه هيمسك الكوره وهيحصل هجوم من جانب الاهلي، فتمركزه في منطقه الجزاء يخليه يخطف. في اكتر من كوره برضو كان فيها لخبطه كده في دفاع الزمالك، وطول الوقت مروان ما كانش موجود في المكان الصح. وزي ما في افضل وفي اسوأ، في اللعيبه اللي في النص اللي هو ما تقدرش تقول ان هو كان من المجيدين، وما تقدرش برضو تقول ان هو من المقصرين، ودي ينضم فيها السوليه، علي معلول، اجاي، والشناوي. طيب اتكلمنا في الفنيات بتاعه الماتش على قد ما نقدر، نتكلم بقى على النتيجه. هل النتيجه سيئه ولا لا؟ هي النتيجه مش جيده، مش احسن حاجه، لكن في النهايه مش سيئه، هي ابقت الوضع على ما هو عليه. الفرقتين لسه كلهم عندهم، سواء الاهلي او الزمالك، عندهم ماتشات تقيله جدا. هيلعبوا بعض تاني، هيلعبوا بيراميدز، الزمالك هيلعب المصري، والاهلي هيلعب الاتحاد. ففي ماتشات كتيره جدا صعبه للفريقين. فرق النقطتين، انه يبقى نقطتين افضل من انه يبقى 5 نقط. طبعا كان الافضل انك تكسب وتتصدر، لكن بما انه ظروف المباراه ما خدمتش، فالنتيجه مش نتيجه سيئه، حافظت على فرق النقطتين، خلت برضو المنافسه ما زالت مشتعله على القمه. كمان دايما لما كنت تتكلم مع الزملكاويه في الفتره الاخيره كان يقولك احنا كسبينكم في اخر 3 مباريات، يعني اخر 3 مواجهات مباشره في كل البطولات الزمالك هو اللي كان كسب. كان الخساره النهارده كمان ممكن تسرب للاعبين احساس، غير ان هي هتزود الفارق ل5 نقط، هتدي او هتركب لعيبه الزمالك معنويا على لعيبه الاهلي في الفتره الجايه. فكون ان ده توقف وانتهت المباراه بالتعادل، طبعا
ده نتيجه جيده. زي ما قلنا طبعا الفوز كان افضل، لكن بما انه ما حصلش فعلى الاقل ما تخسرش. الاكيد انه الفرقتين هيعانوا في الفتره الجايه، وانا شايف ان الاهلي فرصته افضل بكتير جدا، لان الاهلي ودكته قويه جدا جدا جدا. انت كنت بتتكلم النهارده عندك ازار وصالح جمعه و حسين الشحات وجيرالدو واحمد فتحي، وهيرجع لك وليد سليمان، وهتستعيد حمدي فتحي. فانت عندك تشكيله تقدر تنافس على البطولتين بشكل ما يجهدش، او لو حد حصل له لا قدر الله اصابه يكون في بديل جيد ليه، مش هتحس بقلق دايما. انا شايف ان الاهلي فرصه بناء على المعطيات دي وفرق النقط ده، الاهلي هو فرصته هيكون الافضل للفوز بالدوري. ونتمنى بس يعني طبعا العادي يعني نشوف الفيديوهات المناقشات طول الوقت، احنا الاول احنا الاول احنا متصدرين احنا متصدرين احنا الاول احنا متصدرين احنا متصدرين الدوري احنا الاول. فالحقيقه انه كميه احنا الاول واحنا المتصدرين اللي بتسمعها اخر شهرين ثلاثه قالها جمهور الاهلي خلال ال20 سنه اللي فاتت، اللي هو كان بيبقى متصدر الدوري فيها من اول الموسم لاخر الموسم بفرق 40 نقطه، وما كناش بنسمع احنا الاول واحنا متصدرين بالكميه دي. فيا ريت نهدى كده ونستنى لنهايه الدوري، لان من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. خلصت حلقتنا بعد 90، استنونا في حلقه جديده ان شاء الله، نشوفكم على خير.